الفيديو ده عشانك انت، ايوه انت اللي بتبقى عايز تنام بعد الفطار. لازم تتجنب 3 حاجات عشان تكمل يومك بنشاط. لازم تدرك ان جسمك طول اليوم من غير اكل، وانت بدات فجاه انك تدخل اكل، يعني المعده المفروض تستوعب كميه قليله من الاكل. وهنا الحل بقى انك تفطر على تمره مثلا او حاجه خفيفه، وتبدا انك تروح تصلي المغرب، وبعد كده ترجع انك انت تبدا فطارك، وحتى تكون مهدت المعده. تاني حاجه الوجبات الكبيره او الغنيه بالدهون هتساعد المراره على افراز هرمون الكولسيستوكلين بكميات كبيره، وده بقى هيسبب لك تعب وخمول وشعور بالنوم. وهنا الحل ان الاكل اللي داخل جسمك لازم يكون منظم وبتاخد منه الكميات المناسبه ليك، وكمان تحافظ على انك انت تبدل الدهون الغير صحيه بدهون صحيه. ثالثا بقى وده الاهم، انك بتبدا فطارك على عاده سيئه جدا وهي العصاير. يعني اول حاجه كده بتعلي مستويات الانسولين في الجسم، وبتنزل مستويات هرمون النمو جدا، وتقريبا كده بتكون خدت 25% من الوجبه بتاعتك. وده غير الاكل اللي انت بتدخله بيكون معظمه نشويات، وهنا بقى بترفع مستويات السكر في الدم بصوره سريعه، وفي نفس الوقت بتنزل مستويات السكر في الدم بطريقه مفاجاه بعد وقت قليل، وده هيكون سبب كبير في الشعور بالكسل والخمول. وهنا بقى الحل انك انت تحافظ على نسبه الكربوهيدرات اللي داخله جسمك، وتاخد اللي انت محتاجه بس. وبعد كل اللي سمعته ده لازم تعرف ان وجبتك الخفيفه دي هتساعدك على خشوعك في الصلاه واداء العباده بصوره صحيحه، وده هو بقى الهدف الاساسي في شهر رمضان. وكده بقى تكون حليت مشكله النوم او الخمول بعد الفطار. ورمضان كريم يا عم، ما تنساش تصلي على النبي. Croc Coach.